السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اكلات شم النسيم. هنعمل الفسيخ والرنجة والسردين بطريقة سهلة جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. عامل بكتيريا الحاج ابراهيم الفسخاني ما اسمعهاش. المعلم ابراهيم الفسخاني سمعني يا عم سلام شم النسيم. اول حاجه هنقول بسم الله. نبتدي ان احنا نجهز مع بعض سلطه الرنجه. اكون مجهزه معايا بصل اخضر، لو متوفر عندنا بصل احمر او بصل اللي هو ابيض ينفع ان احنا نستخدمه في الوصفه. ببتدي ان انا اقطع البصل الاخضر بالشكل ده مكعبات صغيره، وابتدي ان انا اكون مجهزه معايا فلفل حامي وفلفل رومي اللي هو الفلفل البارد. ببتدي ان انا اقطعه مكعبات صغيره، والفلفل الحامي هنا بيكون على حسب الرغبه. ببتدي ان انا اقطعه مكعبات صغيره. بعد كده بكون مجهزه معايا طماطمايه واحده، وببتدي ان انا اقطعها بالشكل ده، وعين قلب الطماطم وعين البذر عشان ما تنزلش ميه كتير في قلب الرنجه. ببتدي ان انا عين القلب واقطعها مكعبات صغيره كده. خلاص السلطه جهزت معانا. نبتدي ان احنا نجهز مع بعض الرنجه. ببتدي ان انا امسك الرنجه وابتدي ان انا انضفها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده ببتدي ان انا افتح الرنجه من ظهر الرنجه بالشكل ده واطلع منها البطارخ. وببتدي ان انا اعين الجلد السمكه بالشكل ده بيطلع معايا بكل سهوله ازاي. وابتدي ان انا اخلي السمكيه من الجلد بتاعها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين طلعت معايا بكل سهوله ازاي. ببتدي ان انا اخلي الجزء التاني من السمكه، شايفين بتطلع معايا سهله جدا من غير ما انا احط الرنجه على النار. وبعد ما عينت جلد السمكه بكل سهوله بالشكل ده، ببتدي ان انا انضف الرنجه من السفه من الشوك اللي فيها بالشكل ده. وابتدي ان انا اقطع الرنجه عندي مكعبات بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اخلص الكميه كلها بالشكل ده. البطارخ هنا احنا هنعملها وصفه تانية لوحدها. واهم حاجه ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وابتدي اخلص الرنجه كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ببتدي ان انا اعين الشوك من الرنجه بالشكل ده، وابتدي ان انا اقطع الرنجه تقطيع مكعبات بالشكل ده، ونخلص الكميه كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وكده خلاص سلطه الرنجه جهزت معانا، وكمان الرنجه خلاص جهزت معانا. نبتدي ان احنا ننزل على الرنجه ب3 معالق كبار من الزيت، وننزل عليها بعصير ليمونتين. نبتدي ان احنا نعصرها كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده نجهز مع بعض الطحينه. اكون مجهزه معايا حوالي ربع كوبايه من الطحينه، وانزل عليها بالميه تدريجيا لغايه ما فك الطحينه بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بالتوابل. ننزل عليها بربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الشطه، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونقلبها كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وننزل عليها بربع معلقه صغيره جدا من الملح، ونقلبها كويس جدا بالشكل ده. بعد كده ببتدي ان انا انزل بالطحينه على الرنجه بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بالخضار اللي احنا كنا مقطعينه مكعبات صغيره بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ونقلبها كويس جدا كده. خلاص سلطه الرنجه جهزت معانا. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي. جربوا سلطه الرنجه بالطريقه دي هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه وطعمها جميل جدا. وبعد ما خلصنا سلطه الرنجه بالشكل ده بنبتدي ان احنا نعمل مع بعض السردين انا عملته قبل كده معاكم على القناه. طريقه تخليله سهله جدا وسريعه، في خلال 5 ايام هيطلع معانا احلى سردين. وهنزل لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. ادخلوا على الفيديو في صندوق الوصف هتلاقوا فيديو جميل جدا لطريقه تخليل السردين. بعد كده ببتدي ان انا امسك السردين، ابتدي ان انا اقطع راسه بالشكل ده واقطع ديله بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا انضف السردين. بعد كده ببتدي ان انا افتح السردين من الظهر. وبعد كده ببتدي ان انا انضف السردين بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا اعين الشوك من السردين، وابتدي ان انا اخلي السردين من الجلد بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بيطلع معانا بكل سهوله. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي. وكده خلاص خلصت كميه السردين بالشكل ده. ببتدي ان انا انزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت، وانزل عليها بعصير ليمونه. بجد جربوا السردين بالطريقه دي هتعجبكم جدا، سهله وبسيطه وما بياخدش معانا وقت في التخليل. جربوه بجد بالطريقه دي هتعجبكم جدا. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي. وكده خلاص السردين جهز معانا. نبتدي ان احنا نعمل مع بعض الفسيخ هنا انا عملته معاكم برضو قبل كده على القناه، وابتدي ان انا انزل لكم لينك الفيديو بتاع الفسيخ طريقه تخليله في 10 ايام سهله جدا، وكمان ملحه مظبوط وطعمه جميل جدا. حاجه مضمونه في البيت احنا عاملينها بايدينا، احسن من ان احنا بنشتريه من بره بيكون غالي ومش ضامنين الجوده بتاعته. هنزل لكم لينك التخليل الفسيخ والسردين على القناه.
بجد ادخلوا على الفيديوهات هتعجبكم جدا. بعد كده بكون مجهزه معايا الفسيخ، ببتدي ان انا انضفه كويس جدا، ابتدي ان انا اعين القشر الفسيخ بالشكل ده، ابتدي ان انا اعين ديل السمكه، وابتدي ان انا اعين راس السمكه بالشكل ده، وابتدي ان انا اعين احشاء السمكه بالشكل ده وانضفها كويس جدا. شايفين ما شاء الله الفسيخ طالع معانا زبده ازاي، بيطلع معانا بكل سهوله، حاجه بجد في منتهى الجمال. جربوا الفسيخ بالطريقه دي هيعجبكم جدا، بجد طريقه تخليله سهله جدا. ادخلوا على الفيديو هيعجبكم جدا. بصوا بيتخلي معانا بكل سهولة، شايفين ما شاء الله حاجة جميلة ازاي. اخلص الكمية كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله بيتخلي معايا بكل سهولة ازاي، واللحم بيطلع معايا ازاي. الفسيخ طالع معايا زبدة وطعمه جميل جدا، جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. شايفين بيتخلي معايا بكل سهولة ازاي. هنخلص كمية الفسيخ كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما خلصنا الفسيخ كله بالشكل ده نبتدي احنا ننزل عليه ب3 معالق كبار من الزيت، وننزل عليها بعصير ليمونه. بجد هو مش محتاج اي حاجه تاني، بجد بتكون طعمه جميل جدا. جربوا الفسيخ بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وكده خلاص الفسيخ جهز معانا، نبتدي ان احنا نعمل مع بعض. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض البطارخ اللي احنا طلعناها من الرنجه، نبتدي ان احنا نقطعها مكعبات بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل بالبطارخ عندنا في الطبق بالشكل ده، وننزل عليها بحوالي 3 معالق كبار من الزيت، وننزل عليها بعصير ليمونه. وكده خلاص البطارخ جهزت معانا. وده يكون اكلنا النهارده. عملنا مع بعض السردين بطريقه سهله جدا، وعملنا مع بعض سلطه الرنجه الرهيبه، بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وعملنا مع بعض البطارخ طعمها جميل جدا. وعملنا مع بعض الفسيخ، بجد جربوا الفسيخ بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وعملنا مع بعض البطاطس المقليه، وجهزنا جنب الاكله الجميله دي البصل والفلفل الاخضر والعيش البيتي. ودي تكون اكلتنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.